السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هيوات خديجة مرشد مع فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى من الله دائما تكونوا في أحسن الأحوال. ووصفتنا ديال اليوم مالح وحلو من عجينة وحدة غادي نخرجوا منها دي شوصون مالحين اللي كيجيو لذاذ وبسيطلات صغار. فيها وصفات كيستحقوا تجربة، وإلا عجبكم كالعادة ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم ولايكاتكم حتى تعليقكم المحفزة وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. وفرجة ممتعة. وغادي نبداو على بركه الله كيف العاده. نبداو بالعجين هو الاول اللي احتاجيت ليه 600 غرام من دقيق الفورس، ما يعادل واحد 6 كؤوس من نوع العنبه، ملعقه كبيره من الخل، 2 معالق ديال الزيت، وملعقه كبيره ديال العسل، وملعقه صغيره ديال الملح. عندي الماء عادي باش غادي نعجن، ماء الصنبور. غادي نضيف كميه بكميه حتى كنتكون لا او عفوا حتى كنتحصل على واحد العجين يكون هكا متماسك. ما غادي نديكوه ما والو، غادي غير نجمعوه صافي. هذا هو العجين ديالي اللي بغيت نتحصل عليه، عجين متماسك. غادي نديرو في واحد البلاستيكه اللي تكون هكا مدهونه بشويه ديال الزيت. غادي نضغط عليه ونخليه كيرتاح وكيدلك راسو براسو. غادي ندوزو للحشو. الحشو ديال لي شوصون اللي احتاجيت ليه 2 بصلات هكا متوسطين مشلضين، ضفت عليهم واحد شويه ديال الزيت. غادي نتبلهم بالملح والابزار فقط، وغادي نضيف عليهم هكا واحد الفص ديال الثوم صغير. غادي نشحر هاد البصله ونخليها حتى كتدبل وكتنزل صافي. نبقى ندي ونجي فيها على نار تكون متوسطه. بعد ما نزلت ليا ديك البصله غادي نضيف عليها واحد الكميه ديال الكروفيت. بالنسبه لهاد الكروفيت فانا عبرته تقريبا واحد 200 غرام. ضروري راه ملي كيتحيد ليا القشور ديالو راه غادي ينقص ليه الكميه ديالو. ما بغيتوش تضيفوا الكروفيت ممكن تضيفوا هكا واحد العلبه ديال الطون، ولكن الكروفيت كيبقى ألذ وماشي شي كميه كثيره او كبيره، راه غير تقريبا واحد اقل من 200 غرام. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس وصافي. الحشو ديال لي شوصون راه وجد، غنخليه على جنب كيبرد. غادي ندوزو للحشو ديال البسيطلات الحلوين اللي احتاجيت ليه 2 بصلات مشلضين، ضفت عليهم كتوابل الابزار، القرفه، الخرقوم بلدي. غادي نضيف عليهم راس معلقه ديال السكينجبير، وغادي نضيف هكا واحد الخويط ديال الزيت. غادي نضيف ضامه ديال البنه ديال الزعفران مع 2 حبيبات حتى 3 ديال المسكه الحره. ما ضفتش هنايا الملح لان عندي ضامه ديال الزعفران مالحه فما كاينلاش، وما غاديش نضيف حتى الثوم صافي. غادي نضيف عليهم بعد ما نزلت واحد شويه البصله غادي نضيف عليهم 250 غرام ديال الكفته، اما ديال هكا البقري او حتى ديال الدجاج حتى هي تضيفوها بحال بحال. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه كبيره هكا ديال الزبده، وكنبقى نشحر في هذا الحشو هذا حتى كيبان ليا ديك البصله نزلات وهكا. نشف من السوائل، ضفت عليهم هكا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس. بالنسبه لهذا الحشو هذا كنبقى ندي ونجي فيه حتى كتدبل ديك البصله. بعد ما كتدبل كنضيف عليها واحد المعلقه هكا صغيره ديال القرفه كاضافات اختياريه. غادي نضيف 2 معالق كبار تقريبا ديال قشور البرتقال مع 2 معالق كبارين ديال عفوا المشماش مقطع. مقطعين هاد الفواكه المجففه قطعناهم الى قطع صغيره كيضيفوا واحد اللذه زوينه لهذا الحشو هذا. وباش نسمو غادي نضيف واحد الكيس ديال نسمه زهره البرتقال مع واحد المعلقه كبيره ديال السكر وصافي. تقريبا الحشو ديالي راه واجد، غادي نخليه غير يوقف شويه صافي ونخليه على جنب كيبرد. بالنسبه للعجين بعد ما كيرتاح ليا فكندلك واحد شويه هكا كنديه ونجيبو. ضروري ما نديه ونجيبو غير واحد شويه حيت ما دلكناهش كاع. بالنسبه للعجين فانا غادي نقطعو على 4 ديال الانصاف وغادي نشكلهم على شكل كريات. فباش نشكل هاد الكريات هادو ديال العجين استعنت هكا ببودره النشا اللي كتعطي قرمشه. الفطائر هكا كتعطي قرمشه زوينه. ممكن تستعينوا بالدقيق ولكن من الاحسن بودره النشا. غادي نغطي على العجين ديالي ونخليه كيرتاح. ضروري ما تخليوه حتى هكا باش الوقت اللي تبغيو تشكلوا ما تقدرش ترجع معكم العجينه. خديت واحد الكميه هكا ديال الزبده اللي ذوبتها غير واحد شويه، درت عليها 2 معالق كبارين ديال النشا، خلطتهم معاه مزيان حتى تكون عندي هكا واحد الكريمه او بوماد. خديت العجين الاول رشيت طاوله العمل هكا بدقيق نشا او بودره النشا، وغادي نبدا نطلق في الكره الاولى صافي. بعد ما طلقتها نحاول هكا بيدي نزول شويه داك النشا، وغادي ندهن لها الوجه ديالها بديك الزبده والنشا اللي حضرنا في الاول هكا بواحد الشويته او بسباتشي
اللي كيناسبكم. صافي بعد ما دهنت ليها الوجه ديالها كله بديك الزبده والنشا، غادي نطوي لها هكا الجوانب ديالها، ونعاود نطويها بهذا الشكل هذا كيف مبين بحال شكل ظرف. غادي نخلي هاد العجين هذا بعد ما شكلته غنخليه على جنب، وغادي ناخذ كره اخرى بنفس الطريقه غادي نطلقها حتى هي. صافي ندهن لها الوجه ديالها بعد ما كنطلق هاد العجين، ندهن لها الوجه ديالها بديك الزبده بهذا الشكل هذا بحال الطريقه الاولى. باش حضرنا العجين الاول غادي نحضروا به حتى العجين الثاني. فملي كندهن الزبده على داك العجين غادي نحط وسط منه داك العجين اللي شكلنا في الاول بهذه الطريقه هذه، الصوره كتوضح، وغادي نسدها. يعني كل جوج كريات ديال العجين غادي نشكلهم مع بعضياتهم. هاد جوج شكلتهم بهذه الطريقه، حتى العجين الاخر غنشكلو بنفس الطريقه، غير باش ما يجيكمش، حاولت نختصر لكم غير باش ما يجيكمش هكا الفيديو طويل بزاف. المهم غادي ناخذ هذا العجين هذا بعد ما شكلته نغطيه بهكا بلاستيك غذائي وندخلو للثلاجه حتى كيرتاح. خليوه هذيك نص ساعه بحال هكا 40 دقيقه، المهم الوقت الكافي اللي كيناسبكم. بالنسبه للحشو المالح ضفت عليه هكا واحد الكميه ديال الجبن. الحشو ديال الكفته الحلو حتى هو ما ضفت عليه حتى شي حاجه، خليته هكاك. غادي ناخذ العجين الاول غادي نشكلو، غادي نطلقو على طاوله العمل. كنرش دائما بودره النشا باش ما تلصقش ليا العجين على طاوله العمل. وناخذ المدلك ونطلق به هذا العجين هذا. صافي كنطلق العجين على طاوله العمل، يعني نطلقوا على الحد ديالو. صافي نحيد هكا الا بان ليا نشا، نحاول نحيدو هكا بيديا. غادي نطويه ونحاول ناخذ يعني نحاول نعطي واحد الشكل هكا تقريبي للعجين على حساب لي شوصو. غادي نحط الحشو هو الاول، وغادي نطوي هذا العجين هذا، نسدو بعدا ندير واحد شويه ديال الماء باش يتسد ليا او بياض البيض. انا استعنت غير بالماء، وغادي نبدا نطوي العجين ديالي بهذه الطريقه هذه، نطويه ونضغط بيديا، نحاول نعطي الشكل ديال الشوسون بيديا هما الاولين. غادي ناخذ هكا واحد القطعه دائريه وغادي نقطع بهذا الشكل هذا. صافي نقطعهم هكا على شكل شوسون ونضغط بيديا، ضروري ما نحكم لهم الاغلاق ديالهم. الثانيه حتى هي نفس الطريقه، صافي نحكم لهم الاغلاق ديالهم. الثالثه حتى هي بنفس الطريقه. صافي نحطها مباشره في الصفيحه اللي كتدخل الفرن، فرشه بورق الزبده. غادي نعاود نشكل معكم دي شوصون اخرين. بالنسبه لهذا العجين اللي كيتبقى ليا فحتى هو كنشكلو يعني ما نعجنوش، غير الوقت اللي نبغيو نشكلوه نطلقوه مباشره، يعني ما نعجنوش عاد نبداو نطلقوه فيه، لا كنحطوا قطعه حدا قطعه وكنطلقوهم بالمدلك ونشكلوهم كيف بغينا. صافي بنفس الطريقه غادي نشكل دي شوصون اخرين عاوتاني. صافي كنستمر بنفس الطريقه نشكلهم بالاطار الدائري هكا، نعطيهم شكل دي شوصون ونسدهم. ضروري ما نحكم لهم الاغلاق ديالهم باش ما يتحلوش ليا من ندخلهم الفران. غادي نضغط هكا بواحد الفرشيطه هكا تعطيني واحد المنيضر، نقاد ليهم الشكل ديالهم هكا. الزوائد ديال العجين نحيدهم بواحد القطعه ديال البيتزا. غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بصفار البيض. ضفت عليه هكا شويه صلصه الصوجا باش يجيونا محمرين. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فكتدخلوهم للفرن مسخن مزيان مزيان واحد 20 دقيقه هكا الاولى، من بعد كتنقصوا عليهم وكتخليهم كيطيبوا على خاطرهم. صافي. وبالنسبه للجوانب فانا زينتهم هكا بشويه ديال الزنجلان او البافون اللي متوفر عندكم، او خليهم غير هكا اللي بغيتو. هكا الجوانب نزينهم هكا بشويه ديال الزنجلان وصافي مباشره كندخلهم للفرن. بالنسبه للعجين الثاني
فهو بنفس الطريقه غادي نطلقوه. دائما كنستعينوا هكا ببودره النشا. صافي من بعد ما طلقت العجين على طاوله العمل ما امكن، خديت هكا واحد القطعه ديال البيتزا وكناخذ هكا نقطع مستطيلات، ومن بعد هاد المستطيلات غنقطعهم الى مربعات غيعطيوني 9 ديال البسيطلات صغار. صافي صافي بعد ما شكلت هكا العجين على شكل مربعات، هنا واحد الاضافه البنات، هنا عندي واحد العقده ديال الكاوكاو واللوز وحتى الكراميل. هذه البنات كنت حضرت بها واحد السيجار وتبقات ليا، فالا ما استغليتها هكا غادي تضيع عليا، فقلت اللهم نديرها مع هاد البسيطلات هذه. نتوما الا يعني بغيتوا تحضروها، انا كاينه حضرتها في القناه كنت درت بها السيجار، غادي نخلي لكم الرابط. نتوما الا بغيتوا ديروا ممكن تحمروا غير الكاوكاو هكا في الفران وطحنوه مزيان مزيان تتعلكوه عاد ضيفوه، او ضيفوا حتى اللوز الا بغيتوا. المهم راه ماشي شي حاجه اللي هذا، غير العقده كانت شاطت ليا وضفتها. نتوما الا بغيتوا تعوضوا حمروا غير الكاوكاو ولا اللوز وديروه. صافي خديت هكا واحد الاطار كنحط وسط منه العجين وكندير ديك العقده اللي عندي. صافي كندير هكا واحد الكميه شويه معقوله، واحد المعلقه كبيره هكا، وكنحط ديك الكفته كنبدا نسد بالعجين هكا، ولا بان ليا زايد هكا الزوائد ديال العجين كنحيدهم. صافي راه كتجي مقاده. صافي بالنسبه للاطار فكتاخذوا الاطار اللي بغيتو، هكا كبير صغير متوسط. انا خديت هذا شويه صغير. صافي غادي نحط وسط منه ديك العقده، وغادي نضيف ديك الكفته اللي تبلناها وحضرناها في الاول. بالنسبه للبنات قشور البرتقال مع المشماش كيعطيو واحد المذاق رائع، غير جربوها غادي تعرفوني علاش كنهضر، كيعطي واحد المذاق جد رائع. وبناتي الا عندكم حتى الضياف ممكن تحضروها هكا، ما بغيتوش تحضروا بالعجين ممكن ديروا غير ورقه ديال البسطيله وتحضروها، راه كتجي رائعه بزاف. صافي غادي ندهن لي من الوجه ديالهم حتى هما. درت نفس البيض اللي يعني اللي دهنت به لي شوسون، هو اللي دهنت به هاد البسيطلات هادو. البيض صفار البيض وصلصه الصوجه. صافي كندهن لي من الوجه ديالهم وكنتقبهم هكا، كندخلهم الفران مسخن مزيان من قبل. صافي البسيطلات ديالنا سمعتوا التقرميشه ديالهم بعد ما خرجوا من الفران. كيف قلت لكم البنات يكون الفران مسخن مزيان من قبل، حتى ديك 20 دقيقه الاولى حتى كيبانوا ليا بدا كيشد فيهم هكا الطياب. وصافي كتنقصوا درجه الحراره، كدهنوهم هكا بالعسل وكتزينوا الوجه ديالهم باللوز الكونكاسي و هكا الورد البلدي. فعلا كيجيو رائعين وكيستحقوا تجربه. غادي نقسم معكم هاد لي شوسون اللي زينت لي من الوجه ديالهم شويه ديال الجبن واحد القليل ديال المعدنوس هكا. فعلا كيجيو رائعين، لا لي شوسون ولا البسيطلات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم. شكرا بزاف على حسن المشاهده، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.